بسم الله الرحمن الرحيم. خير الكلام ما قل وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله. أما بعد، النهاردة يعني في الأجازة عايزين نعرف شوية معلومات رياضية. فالنهاردة يعني هديك أو هعرفك إزاي تم استنتاج قانون فيثاغورس. تمام. طبعا احنا عارفين إنه لما يكون عندك مثلث كده، عارفين طبعا لما يكون في مثلث كده، تمام، قائم الزاوية هنا، فهنقول مثلا ده اسمه A ألف أو A B C. طبعا عارفين انه السي تربيع بيساوي الايه تربيع زائد البي تربيع. فانا هقول لك من اين اتت هذه النظريه. يعني اول حاجه العلماء جو عملوا ايه، جو رسم مثلث كده. تمام، خلي المثلث هنا في النص قائم الزاويه. تمام، قائم هنا، فقال لك دي ايه بي، معلش انا بكتب عربي، بي سي. فلما قاسوا الأطوال بتاع المثلث دي طلع ده بخمسة مثلا، وده طلع بأربعة، وده طلع بكام؟ طلع بتلاتة. فقال لك عاوزين نوجد علاقة بيناتهم. تمام. لما جه يقيس، بص هوريك حاجة هنا، نغير اللون بس. لما جه يقيس هنا حط مربع هنا، وحط مربع هنا، وحط مربع هنا. تمام. ده طول أربعة، يبقى مساحة المربع ده كام؟ مساحة المربع ده 16. 16 ثانية بس. أهي. لما جاي يحط مربع هنا، مساحة المربع ده كام؟ 25. لما جاي يحط مربع هنا على طول الضلع ده، مساحة المربع ده كام؟ 9. فطلع معانا العلاقة دي. فراحوا جايبين عملوا ايه، عملوا مربع، عملوا مثلث تاني، جابوا مثلث تاني مش عارفين اطوال اضلاعه ايه. فراحوا عاملين كده، ثانية واحدة، عشان نعرف نظبط المثلث بس. عشان يثبتوا النظرية جابوا مربع كمان، جابوا مثلث كمان. تمام، قائم الزاوية برضو. فقال لك ماشي A B C. فهنا قال لك ماشي، مثلا اي اطول اضلاع بقى بتكون بتاع مثلث قائم كام؟ 6 8 10. لما نيجي نحط ايه، نحط مربع قائم الزاوية، نحط مربع على ضلع، نحط مربع هنا كمان على الضلع ده، نحط مربع على الضلع ده. تمام. لما تجيب مساحة المربع ده كام؟ مساحة المربع ده 36. 36. مساحة المربع ده كام؟ 100. مساحة المربع ده كام؟ 64. تمام. ففي المثلثين دول لما جو يطلعوا علاقة بين مساحة المربع اللي على الوتر ومساحة الضلعين الآخرين، فلقي إنه مساحة المربع اللي على الوتر، مساحة المربع الوتر هي نكتب لك مثلا هنا مساحة مربع على الوتر معلش على الخط، طلعت بتساوي ايه؟ طلعت بتساوي المساحة على مجموع ضلعي القائمة. تمام تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المساحة على الوتر اهو بتساوي المساحة هنا زائد المساحة هنا، دي بكام؟ ب25. بتساوي كام؟ تسعة زائد 16. 9 و16 كام؟ 25. طب تعال نجرب في المثلث ده. مساحة المربع اللي على الضلع اللي على الوتر بتساوي كام؟ 100. 10 في 10 ب100. بتساوي 6. مساحة المربع اللي على الضلع 6 بكام؟ ب36. مساحة المربع اللي على الضلع 8 كام؟ 64. 64 و36 دي كام؟ 100. يبقى 100 بتساوي 100. تمام.
فمن هنا تم استنتاج قانون انه ضلع او وتر الوتر تربيع بيساوي الضلع الاول في القائمة تربيع زي الضلع التاني كام تربيع. ليه بقى؟ لان مساحة المربع كلنا عارفين انها كام، مساحة المربع بتساوي طول الضلع في نفسه، فبيساوي مثلا هنقول ده اسمه سي، ده سي تربيع، كان اسمه سي اصلا في الاول، ومساحة المربع بتساوي كام؟ بتساوي سي تربيع، فسي تربيع بتساوي ده طبعا اسمه ايه مثلا، ومساحة المربع اللي عليه بكام؟ بأي تربيع، بأي تربيع زائد بي، وطبعا مساحة المربع اللي على الضلع بي كام؟ طول الضلع في نفسه اللي هي بي تربيع. فمن هنا تم استنتاج قانون فيثاغورس. تمام. تمام. بس يعني هو ده كان كل الموضوع، انا حابب ادردش معاك كده، احنا كده طبعا في اجازة وموريش حاجة، انا حبيت اقول لك كده ايه شوية معلومات رياضية، وان شاء الله كل فترة كده هنزل لك شوية معلومات لو يعني تستفاد وتزود مهاراتك وتنمي يعني في نفسك، وهي حاجة بدل الوقت الضايع اللي بتضيعه. وأتمنى أكون قدرت أفيدكم ولو معلومة بسيطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.